كفتة داوود باشا. قبل ما ندخل في الوصفة دي عايزين بس نعرف ليه هي اتسمت بالاسم ده وايه حكاية داوود باشا. كان في زمان والي تركي اسمه داوود باشا، من شدة حبه للكفتة كان بيطلب كل يوم من الطباخ ان هو يطبخ له الكفتة دي. وفي يوم غلط الطباخ في الوصفة وكان الوالي عاقبه عقاب شديد جدا لدرجة ان الناس استغربت من شدة العقاب بتاعها، ومن ساعتها أطلقوا على الوصفة دي كفتة داوود باشا. هي وصفة سهلة ومنجزة وسريعة وبتنجزني في الأوقات اللي مش ببقى عايزة أقف في المطبخ كتير. تعالوا مع بعض نعملها بأبسط وأسهل مكونات زي ما تعودنا مع بعض. معايا هنا 250 جرام من اللحمة المفرومة، عليهم بصلتين كبار مبشورين بشر ناعم. لو البصل منزل ميته كتير هتفصلي المية عن البصل. وفي الوصفة كمان هستخدم طماطم، بس يفضل ان الطماطم تكون حمرا ومستوية، وبطاطس. البطاطس طبعا حسب ما انت عايزة كتير قليل دي حاجة ترجعلك. قشرت البطاطس وهقطعها ترانشات، هقطعها حلقات كده، بس الحلقات هنا عندي لازم تكون ولا رفيعة ولا تخينة علشان تستحمل معايا السوا. ويلا بينا نشتغل في اللحمة. اللحمة هحط عليها ملح، فلفل اسمر، كمون، السبع بهارات، وهقلب كل ده مع بعض بحيث ان كل المكونات تندمج مع بعض. عايزة في الاخر تطلع لي خليط من اللحمة والبصل مفهوش اي تكتلات ولا من اللحمة ولا من البصل. انا هنا كنت بقلب بالمعلقة لان البصل كنت مطلعاه من الفريزر وكان ساقع جدا. هنا بقى انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه، ان اللحمة تكون خلاص اندمجت معايا كأنها عجينة كده، علشان لما اجي اشكلها واكورها تبقى مظبوطة معايا. هبتدي بقى اشكل كور صغيرة جدا، مش صغيرة ان هي تبقى بيل، لا انا عايزاها تكون صغيرة في الحجم زي ما انتوا شايفين كده، ولما تبعد عن الكاميرا شوية هتبان اكتر. هبتدي ان انا اشكل كل كمية اللحمة بنفس الحجم اللي احنا شايفينه ده، بس انا هنا خدت منها جزء لان انا كنت هعمل بيه حاجة تانية. بس ربع كيلو من اللحمة المفرومة بيطلع صينية محترمة. هنا بقى نقيت كام طماطمية كده حمر ومستويين وهطحنهم في الخلاط. الصينية اللي انا هبتدي اشتغل فيها دلوقتي هي الصينية اللي هكمل فيها بقية الوصفة واللي